حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اشتركي يلا عندي في القناة هتعجبك جدا وحطوا اللايك. والنهاردة عملنا هريسة الشطة الحمراء والخضراء. على ما اظن يعني المفروض ان البرطمان ده والبرطمان ده على قد ما هو صغير كده استخداماته يومية كتير، انت بتستخدميه على طول فبتحط في التلاجة من تحت، فلازم يكون عندك لان هو داخل في معظم الاكل. يعني بصراحة أنا ما بستغناش عنه، بعمل الأخضر وبعمل الأحمر وبحطه في التلاجة. أعمل بتنجان مخلل ألاقي سريع كده بيبقى موجود عندي. تتبيل سمك، هدخله في أي تتبيلة تانية. عامة محشي عايز فلفل أحمر كده يعني، فبيخش معايا في حاجات كتير قوي، في وصفاته كتير وما بستغناش عنه. زي ما انت شايفة كده، فأنا هعمل واحد أحمر وواحد أخضر. أنا مش عاملة كميات، أنا عاملة حاجات صغيرة. استخداماتي اليومية هحطه في التلاجة من تحت، مش هحطه في الفريزر، ولما يخلص هرجع اعمل تاني. فيعني انا ما بستغناش عنه. وانت المفروض برضو من ضمن الحاجات اللي بتشيلها في التلاجة التخزينات مثلا او تفريزات، فتعملي الحاجات ديت هتنفعك جدا في الاكل بتاعك. فهبدأ دلوقتي بالاخضر اهوت معاكي، جبت الكب بتاعتي وهقطعه. وهقول لك هنحط ايه عليه. حاجتين اتنين بس اللي هنحطهم. هنحط ملح معلقة على كل كبة، معلقة مش مليانة قوي يعني. وهنحط كمان سكر، لازم السكر لان السكر دوت مادة حافظة بتاعته. ما نستغناش عنه. وعلشان الكبة تلف معايا مش هينفع احط مية ولا احط زيت. هحط معلقة خل واحدة تخلي الكبة معايا تمشي، ولا اكتر ولا اقل. فزي ما انت شايفة معايا كده، هتشوفي اللي انا قلته لك دلوقتي هعمله دلوقتي اهوت قدامك. شوية خل حبة صغيرين جدا، معلقة. مش بيأثر على طعمه ومش بيعمل حاجة يعني، بس لازم عشان الكبة تمشي معايا. ومعلقة ملح اهيت، مش مليانة قوي. حبة صغيرين كمان احطهم عشان تبقى معلقة. وهنحط شوية سكر، بس معلش للأسف ان السكر ما تصورش معايا، بس انا حطيت شوية سكر معلقة صغيرة عشان دي المادة الحافظة بتاعته. وكمان كده خلاص هضربهم دلوقتي في الكبة. وكده بقت معايا هريسة الشطة الخضراء اللي احنا ما بنستغناش عنها في اي مخللات تلاقيها. مع معلقة ديت ومعلقة من الحمرا مثلا، تخلطيهم على بعض تعملي منه بتنجان مخلل، فبصراحة بتبقى حلوة. عايزة تفرمي معاه التوم افرمي، بس انا لو انا عملت معاه توم هبقى مقيدة بوصفات معينة. فعشان كده انا عاملاها ايه سادة، عشان انا اعرف ادخلها في اي وصفة انا عايزاها. فيعني انت حرة، عندك حرية الاختيار ان انت تحطي توم او ما تحطيش. لو انت هتعملي برطمان مثلا للتوم بتوم، يعني هتعملي لي مثلا للسمك او للبتنجان مخلل كده يعني. فيعني ممكن تعملي واحد صغير زي كده وتشيليه على جنب، واحد تاني هتعملي مثلا لوصفات الكتير بقى يعني في اي حاجة، فبيمشي معاكي. فحاجة زي كده بصراحة ما بنستغناش عنها، بتبقى في التلاجة وبتبقى زي الفل معانا، وبتسهل علينا حاجات وبتخلي طعم الاكل حلو، مش هقولك لا. فكده انا خلصت اول برطمان معايا اللي هو الاخضر، هحطه في برطمان ازاز الصغير اللي هو بتاع النوتيلا دوت. متعقم ونضيف وزي الفل زي ما انت شايفه اهوت. وليه الغطا بتاعه، لازم ضروري الغطا بتاعه. وهنملاه، هو مش هيملى معايا برطمان قوي، وهنحطه في التلاجة من تحت. عايزه تحطي على وشه زيت حطي، بس انا مش هحط لحاجه معينه لسبب واحد، لان هستخدمه يوميا فهيخلص معايا على طول، مش هيقعد معايا اسبوعين. ف يعني انا مش هحط عليه زيت. هنعمل بقى الاحمر في نفس الكبه، مش هغسلها، فانا اتعمدت ان انا اعمل الاخضر الاول عشان بعد كده لما احط الاحمر ما يجراش حاجه، عادي نفس الالوان عادي. فلو بدات بالاحمر هضطر ان انا اغسل عشان احط الاخضر ما يبقاش فيه احمر. يعني فهمت انا قصدي ايه؟ بس فهعمل بقى الاخضر دلوقتي. ايه خلصنا الاخضر هنعمل بقى الاحمر. هرسة الشطة الحمرا دي بقى تحفة، ما بستغناش عنها، بالذات الأحمر دوت. داخل معاكي في صلصة، بتعملي محشي، بتطبخي. داخل معاكي في تتبيلات سمك، في بتنجان مخلل برضه، صينية بطاطس. يعني هو داخل معاكي حاجات كتيرة. نفس اللي حطيناه في الأخضر هنحط برضه في الايه في الشطة الحمرا. ملح، سكر. وهنحط معلقة الخل اللي هتخليه يلف معانا في الكبة، ولا اكتر ولا اقل. دي الهريسه الاصليه، ما فيهاش اي افتكاسات، ما فيهاش اي زيادات. دي الهريسه بتاعت زمان، دي الهريسه اللي احنا طلعنا عليها.
انما دلوقتي بنزود عليها حاجات تانية عادي. فانا عامله الاصليه اللي انا هاخد منها وازود الحاجات التانية على جنب، يعني في الطبق احط توم، احط عليها معرفش ايه اللي انا عايزاه. بس فكده خلاص انا حطيت عليها الحاجه بتاعتها. معلقه السكر اهيت، بعد ما قفلت رجعت تاني وصورتها معاكي. معلقه السكر هي دي الماده الحافظه بتاعتي. الزيت بقول عشان ما يربيش اي حاجه من على الوش، بس انا حاطه هنا سكر هيحافظ عليه. وكمان انا مش عامله كميات اللي هي تقعد معايا شهور في الفريزر، لا انا عامله كميات اللي هي تخلص معايا على طول. فانا ضامنه ومتاكده ان هي مش هيجرى لها حاجه عشان انا هستعملها على طول. وعشان ما يجراش معاكي حاجه فيها لازم تكون المعلقه نظيفه اللي بتستخدميها، ما تكونش مطرح الاكل. نظيفه، هي دي اللي تجيبي منها من البرطمان، وهتعيش معاكي صدقيني ولا هيجرى لها اي حاجه. وتقفلي البرطمان كويس وتحطيها في التلاجة من تحت، ومع نفسك بقى بصي مش هيجرى لها اي حاجه. انا بعمل كده باستمرار، يعني كل اسبوعين ثلاثة انا بعمل لي برطمان ويخلص معايا وقت ما يخلص. كده انا طلعت فتحت البرطمان وفتحت الكبة وقلبتها تاني علشان كله يبقى نفس الشكل كده، يعني نفس الفورمة. كده انا خلاص خلصت. هنعبيه دلوقتي في البرطمان هوريكي شكله عامل ازاي. بصراحة اللي مبتعملش الحاجات دي فايتها كتير بجد. ليه بقى؟ لازم الحاجات دي بتخش في اكلات كتيرة وبتخلي الاكل يبان حلو، بس فيعني مش اكتر ولا اقل. كده انا خلاص خلصت. هعبيه دلوقتي في البرطمان زي التاني. وللاسف انا جيت احط زيت على دوت لقيت الازازه عندي خلصانه. فقلت خلاص انا مش هحط حاجه وحطيت نقطتين بس من على الوش وخلاص. زي ما انت شايفه معايا مليت البرطمان. انا عملت الاحمر اكتر من الاخضر علشان انا لي استخدامات كتيره في الاحمر. وكده خلاص انا خلصت البرطمانات معايا. هتقفليها وتحطيها على جنب بس في التلاجة، ما تسيبهاش بره. بصوا انا جيت احط لقيت الزيت خلص عندي، فحطيت كده ايه كام نقطة كده من على الوش وخلاص. زي ما انت شايفة كده. خلاص خلصت هقفلهم دلوقتي. وكده خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا. وده على ما اظن يعني ان التفريزات او الحاجات البرطمانات الصغيرة دي مهمة جدا في التلاجة. وجودها بتنجز وبتسعف طبعا في الاكلات بتاعتنا بدل ما نقعد نقطع فلفل. يا رب تكون الوصفة عجبتك. ولازم يكون عندنا البرطمان الاحمر والاخضر في التلاجة، ما تنسيش حاجة زي كده مهمة. يا رب الوصفة تكون تعجبك. واشتركي عندي في القناة وحطي اللايك وقولي لي بتعمليها ولا ما بتعمليهاش وبتستخدميها في ايه كمان. زي ما انت شايفة كده خلاص خلصت. واستغلي دلوقتي الفلفل دلوقتي موجود دلوقتي في السوق الفلفل الأحمر دوت، والفلفل الأخضر اللي هو الرفيع دلوقتي موجود كتير اللي هو بتاع التخليل. فيعني استغليهم دلوقتي واعمليهم. هينفعوك كتير كتير. يلا اشوفك ان شاء الله فيديو جديد وتفريزات كتيرة هنعملها الايام الجاية. الاول الوقت ده جميل. اشوفك ان شاء الله فيديو جديد. مع السلامة.